اهلا ومرحبا بكم اعزائي الطلبه في كل بيت وفي كل مدرسه. معكم مستر عزت في قناتي عمو زيزو. يتجدد اللقاء مع ماده الفيزياء للصف الاول الثانوي للترم الثاني، وموعدنا مع درس جديد من دروس ماده الفيزياء وهو الاقمار الصناعيه. هشرح لكم درس النهارده بطريقه مبسطه ومفصله جدا، وهتلاقي في الاخر ملخص كامل الدرس، وهتلاقي اسئله وهتلاقي واجب حضرتك هتحله تبعت الاجابات في التعليقات. ولو احتجت اي مساعده ما تترددش في التعليقات، هتلاقيني دايما موجود. القناه هتساعدك تذاكر اونلاين من البيت، تقفل الماده بدون دروس خصوصيه، بجانب متابعه دوريه واسئله ومذكرات وامتحانات. وما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا عشان توصلك فيديوهاتنا وشروحاتنا اول باول. وبدون تاخير يلا نبدا في درس النهارده وهو الاقمار الصناعيه. اهلا بكم من جديد. عشان نفهم الاقمار الصناعيه كويس جدا محتاجين نركز على 4 حاجات ملهمش خامس. اولا، ايه فكره الاقمار الصناعيه؟ ثانيا، ايه العوامل اللي بتاثر فيها؟ ثالثا، ايه القوانين اللي بتتعلق بيها؟ رابعا، ايه اهميه الاقمار الصناعيه؟ فكره الاقمار الصناعيه او فكره الاقمار الصناعيه. عندنا القمر الصناعي ده عباره عن جسم يدور في مدار يسقط سقوطا حرا نحو الارض. ليه؟ عشان هو بيتاثر بجاذبيه الارض. بالرغم من ذلك القمر الصناعي ما بيقتربش من سطح الأرض على الإطلاق. والتفسير لعالم نيوتن بيقول لك: عند إطلاق قذيفة من مدفع من قمة جبل أفقيا، مع إنك بتهمل مقاومة الهواء بشرط إهمال مقاومة الهواء، القذيفة هتتحرك مسافة أفقية قبل أن تسقط سقوط حر. السقوط الحر أخدناه في الترم الأول، وبتتخذ مسارا منحنيا نحو سطح الأرض. دي ببساطة فكرة إطلاق الأقمار الصناعية. بجانب إن أنت لما تزود السرعة اللي بتقذف بيها القذيفة، المسافة الأفقية اللي هتقطعها هتزداد، وهتتبع مسار أقل انحناء. لو بلغت سرعة إطلاق القذيفة حد معين، لو سرعة إطلاق القذيفة وصلت لدرجة معينة، بتتساوى مع انحناء مسار القذيفة مع انحناء سطح الأرض. وبالتالي القمر هيدور في مسار دائري أو منحني شبه دائري حول الأرض، بس المدار ده هيكون ثابت ومش هيتغير زي القمر الطبيعي بالظبط. عشان كده سميناه القمر الصناعي، عشان هو مشابه، عشان المدار اللي بيدور فيه مشابه للمدار اللي بيدور فيه القمر الطبيعي. السرعة اللي بيتحرك فيها القمر الصناعي دي هنطلق عليها السرعة المدارية، عشان هو بيدور ايه؟ في مدار. قشطة يا مستر. يلا كده فهمنا الفكرة بتاعت القمر الصناعي. يلا نشوف أهم القوانين. هناخد أولا تعريف السرعة المدارية للقمر الصناعي. زي ما فهمنا من الشرح اللي قدامنا ده عبارة عن سرعة بتجعل القمر الصناعي يدور في مسار منحني شبه دائري، بحيث يظل بعده عن سطح الأرض ثابتا ويتحرك في مسار شبه منحني. دي السرعة المدارية للقمر الصناعي. ببساطة السرعة اللي بتخلي القمر الصناعي يدور في مسار دائري شبه منحني في ايه؟ بس بشرط انه يكون ايه؟ ثابت. دي السرعة المدارية للقمر الصناعي. السرعة المدارية للقمر الصناعي ليها مجموعة قوانين. أهم حاجة وأول قانون فيهم اللي هو القانون العام ان الفي بيساوي الجذر جي ام على ار زائد اتش. ايش ده؟ الارتفاع ار نصف قطر الارض، جي عدد الجاذبيه الارضيه، الام اللي هي كتله القمر الصناعي. القانون اللي تحت ده عباره عن علاقه بين الزمن الدوري وسرعه القمر الصناعي، او نصف قطر الارض. ان التي تربيع اللي هو الزمن الدوري بيساوي 4 باي ار تربيع على جي في الام. العلاقه بينهم زي ما انت شايف، واحد في البسط، الاثنين مع بعض في البسط فوق. واحنا اتفقنا ان اي حاجه بتبقى مع بعضها فوق بتبقى العلاقه بينهم ايه؟ طرديه. طيب اشتمست. يلا بينا بسرعه على العنصر اللي بعد كده. كده اخدنا الفكره واخدنا القوانين المتعلقه. فاضل بس جزء بسيط في القوانين المتعلقه بنستخدمه في حل المسائل اللي قدامنا. الاربع قوانين اللي قدامنا في الشكل دولت هنستخدمهم في حل المسائل. يا اما تجيب السرعه المداريه للقمر الصناعي بدلاله الزمن الدوري، يا اما بدلاله موجود قدامنا. مش محتاج تحفظ القوانين، انت كده بتاخدهم في الامتحان. بدلاله كتله الكوكب الفي بيساوي جذر جي ام على ار، وبدلاله الجاذبيه الارضيه الفي بيساوي جذر جي في ار. جميل قوي. الرابع حاجه معانا في درس النهارده العوامل التي تتوقف عليها السرعه المداريه للقمر الصناعي. زي ما تعودنا ما بنحفظش اي حاجه، بنجيبها من القانون. الفي بتساوي جذر جي في الام على الار. اي حاجه معانا في النص فوق زي ما قلنا
علاقه ايه طرديه. طيب في المقام تحت علاقه عكسيه، مش هكمل اكتر من كده. طيب انا عايز اجيب الاسلوب من غير ما ارسم اساسا. شوف انت رسمت علاقه بين ايه وايه، انت رسمت بين الفي والواحد على جذر مثلا، يعني واحد على جذر اللي فاضل عندك في القانون ادي الفي والواحد على جذر فاضل عندك جذر جي في الام، ادي هو الاسلوب. ونفس الموضوع بالنسبه للام اللي هي كتله الكوكب اللي بالقمر الصناعي بيدور حوله، وفي حالتنا بيبقى كوكب الارض. طيب جميل قوي. دي معلومه لازم نكون نعرفها، بس احنا مش مطالبين بها في الامتحان. اول قمر صناعي اطلق يوم 4 اكتوبر سنه 1957. القمر الصناعي اسمه سبوتنيك، واللي اطلقته دوله روسيا. نخش على الامثله اللي معانا في درس النهارده. يدور القمر حول الارض في مسار دائري نصف قطره 3.85 في 10 أس 5 كيلومتر في النص المداري للقمر الصناعي. اي حاجه انا معلم تحتها بالاحمر دي معانا، دي المعطيات. خطوات حل المسائل زي ما احنا متعودين، بنكتب اول حاجه المعطيات زي ما قدامنا في الشكل، دي المعطيات. تاني حاجه بنكتب القانون. تالت حاجه تالت حاجه بنعوض. طيب كتبنا المعطيات اللي عندنا ان الار بيساوي 3.85، وعندنا الجي اللي هي عجله جي اللي هو ثابت الجاذب العام، ومعانا كمان كتله الارض الام زي ما موجوده قدامنا. طالب مننا نحسب في اللي هي السرعه المداريه للقمر الصناعي. القانون احنا عارفينه عباره عن تعويض مباشر، في بيساوي جذر جي في الام على الار. هتعوض بثابت الجاذب العام في كتله الارض على نصف القطر، هيديك بالظبط السرعه المداريه للقمر الصناعي. وما تنساش وحده القياس عشان عليها نص الدرجه. جميل قوي. كده ببساطه نكون خلصنا درس الاقمار الصناعيه. اللي احنا اخدنا فيه ايه؟ اخدنا فيه العامل اولا ايه فكره الاقمار الصناعيه، يعني ايه سرعه مداريه. فكره الاقمار الصناعيه انها عباره عن جسم مقذوف يسقط سقوطا حرا في مسار منحني. اخدنا السرعه المداريه ان هي السرعه اللي بتخلي القمر الصناعي يدور في مسار دائري. اخدنا القوانين المتعلقه بيه، واهم حاجه القانون العام ان الفي بيساوي جي في الام على الار زائد الاتش. واخدنا العام التي تتوقف عليها السرعه المداريه للقمر الصناعي، وحلينا مثال وعرفنا اول قمر صناعي اطلق سنه كام، تاريخ كام. وحلينا مثال بسيط جدا تعويض مباشر. ده لينك، ده الواجب حضرتك هتحله، هسيب لك لينك الواجب في الوصف، هتدوس عليها تفتح صفحه الواجب وتشوف الاجابه الصحيحه، ويا ريت تكتبها في التعليقات. وده ملخص كامل لدرس النهارده هتلاقيه برضو في صندوق الوصف. اشوفكم في فيديو جديد في درس جديد من دروس ماده الفيزياء، وان شاء الله الفيديو القادم هيبقى عباره عن حل اسئله على الفصل الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.